السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. نتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير وبصحه ممتازه ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم واحد العجينه نتاع الكيش اللي كتجي رائعه بلا زبده وبلا ما كنتقلوها هكا من نجيو ندخلوها الطيب. كتجي رائعه، كذلك سهله في التحضير، وكذلك نقدروا نصاوبوا بها الحلو كذلك المالح مع واحد الحشوه اللي كتجي بنينه بنينه نتاع المالح. وكذلك غادي نحضر معكم واحد الكريمه اللي نقدروا نعمروا هذا الكيش بيه. كتجي زوينه هاد الكريمه وكذلك اقتصاديه، وكذلك هاد لي كيش ما يمكنش ما ينجحوش معاكم من اول تجربه. بالنسبه للناس اللي ما كينجح لهمش ولا ما بغاوش يديروا فيه الزبده، راه كيجي ناجح 100% من اول تجربه. بقاو معايا باش تشاهدوا المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير ديال العجين غادي نحتاجوا واحد البيضه. عندي هنايا كاس الا ربع ديال الزيت العاديه، زيت المائده. عندي الملح، معلقه صغيره ديال الملح. عندي واحد نصف معلقه نتاع خميره الخبز اولا الخميره الجافه. وعندي معلقه كبيره ديال السنيده. بالنسبه للماء حسب الخليط. وعندي نص كيلو ديال الدقيق اولا 500 غرام ديال الدقيق الفورص. اي نوعيه كتستعملوا، المهم يكون دقيق ممتاز بطبيعه الحال، اللي يكون مغربل من قبل. غادي نضيفوا النواشف على الدقيق، غادي نضيفوا سنيده. هنايا غادي نضيفوا الخميره ديال الخبز، وغادي نضيف الملح. غادي نجيبوا واحد الفويله اللي غادي نخلطوا بها اولا نخلطوا غير بيدينا كاع هاد النواشف. وغادي نبقاو نضيفوا في الزيت غير بشويه بشويه، وحنايا كنرملوا هذا الدقيق حتى كتلبس لنا هذيك الزيت بهذاك الدقيق كله. هنايا انا استعملت الفوي، كتجيني سهله هكا نرملوا بها هاد الدقيق اولا باش ندخلوا هاد الزيت في هذا الدقيق حتى كتلبس لنا كاع هذاك الحبيبات نتاع الدقيق كيتلبسوا لنا بهذيك الزيت. كنحاول هكا كيف ما واضح لكم في الفيديو انني ندخل هاد الزيت كلها في هذا الدقيق هذا. هنايا بعد ما ضفت هذيك الزيت كلها على هذا الدقيق وتلبس لي هذاك الدقيق بهذيك الزيت، غادي نضيف واحد البيضه. غادي نخلطوا هاد البيضه مع هاد الدقيق. صافي هنايا غادي نستعملوا يدنا، غادي نقلعوا هذا الفوي هذا وغادي نكملوا بيدنا غير نلموا العجين. ما كندلكوش، غادي نحاولوا غير نلموا هذاك العجين اولا غير نجمعوه بواحد شويه ديال الماء على حسب العجينه. ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش رطبه بزاف، يعني ما تكونش كيما نقولوا جاريه. يعني تكون غير يعني غير مجموعه وصافي، ما تكونش عاوتاني قاصحه بزاف. هنايا كيف ما كتشوفوا راني قلعتها من هذيك البول هذاك باش هكا تساعدني انني نجمع كاع هاد العجينه ونجمع كاع داك الدقيق. صافي هنايا بعد ما لميت العجينه اولا جمعتها ما كندلكوهاش، غير كنجمعوها صافي وكندوزو باش كنطلقوها بلا ما كنخليوها لا تخمر لا والو. الوقت اللي غسلت فيه يديا صافي، وغادي نجي باش غادي نطلقها هكا بواحد الدله، كنطلقوا كاع العجينه اللي عندنا. ما ترقوهاش بزاف وما تخليوهاش غليظه بزاف. السمك ديالها كيف ما واضح لكم في الفيديو راني كنوريكم كيفاش. صافي كتخليوها غير بحال هكا وكندوزو باش نتقبوها هكا بواحد الفرشيط ولا بهاد الاله هكا اللي كتقبل لنا كاع هاد العجين. وكنجيبو واحد السيركل هكا باش غادي نقطعوها دوائر. السيركل ضروري يكون شويه يكون كبير على الليمون اللي كتديروا فيهم هاد لي كيش. هنايا كيف ما شفتوا راه السيرك اللي غادي نقطع به الدوائر كبير شويه على المول اللي غادي ندير فيه لي كيش هكا باش يجيونا عامرين حتى الجناب من نديروا العجينه في وسط القالب ديال الكيش. صافي هنا بعد ما قطعت كاع العجينه اللي عندي هكا دوائر، كنجمعوا هذيك العجينه اللي هكا شايطه وكان غير نجمعوها، ما كنوليوش ندلكوها باش غير هكا كنوليو نطلقوها. صافي وكنهزوا هاد الدوائر هادو ديال العجين وكنلبسوهم بهذا القالب.
صافي كنحاولوا هكا نضغطوا على الجوانب هكا بالأصبع ديالنا، إلا بانت لنا شي زيادة ديال العجين كنقلعوها، وحنايا كنضغطوا مزيان في الجوانب. ضروري تقبوها مزيان هكا باش ما تنفخناش يعني من الداخل من نجيو نطيبوها. مهم أنكم تقبوها مزيان. صافي وكنبقاو نديرو العجين هكا في وسط ليمون هكا، بلا ما كندهنوهم، بلا ما كنديرو لهم لا دقيق لا والو، راه ما كتلصقش هاد العجينة. صافي كنكملوا بنفس الطريقه، حنايا كنضغطوا هاد الجوانب هكا كيف ما واضح لكم في الفيديو، باش هكا يجينا الشكل ديال الكيش هكا مطبوع مزيان. غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل كاع هاد العجين اللي عندي. صافي غادي نكملوا بنفس الطريقه حتى نكملوا كاع العجين اللي عندنا. حنايا كنثقبوا هاد العجين، وحنايا كنعمروا هكا في ليمول حتى نكملوا كاع الكميه ديال اللي كاينش اللي عندنا، ونبقاو نطيبوهم. صافي كنثقبوهم مزيان، ضروري تثقبوهم مزيان باش ما كيتنفخوناش. والعجين اللي قلعناهم هكا في الجوانب بلا ما كنعاودو ندلكوهم، كنخليوها غير هكاك مجموعه حتى كنوليو نطلقوها. بالنسبه الا بقات تلصق لكم هكا واحد شويه في الاصبع ديالكم، نتوما كتعدلوها هكا في ليمول. ديروا الأصبع ديالكم هكا فواحد شوية ديال الدقيق، وكملوا يعني التعدان نتاع الكيش. بالنسبه للجوانب كنعاودو نثقبوهم واحد شويه، حيت كنا كنضغطوا عليهم هكا بصبعنا، ضروري غادي يوليو يتسدوا هذوك التقيبات اللي درناهم في الاول. كنعاودو نثقبوهم هكا بالفرشاط غير هكا واحد شويه في الجوانب. صافي كندخلوهم للفران عفوا، وكنخليوهم غير من الفوق والنار تكون من تحتهم حتى كيبانوا لنا غير شويه شدوا راسهم وذهبوا غير واحد شويه. ما كنخليوهمش يتحمروا كلهم، حيت غادي نعاودو نعمروهم بالحشوه وغادي نعاودو نحشيوهم في الفران. غادي نخليوهم غير من الفوق غيبانوا لنا الذهبوا واحد شويه. صافي وكنخرجوهم. هاد الكميه ديال العجين راه كتخرج لنا تقريبا ازيد من 50 حبه، كتخرج لنا واحد الكميه اللي وفيره، وكذلك كيجيو اقتصاديين. صافي هنايا تقبنا لهم كاع الجوانب وغادي ندخلوهم للفران. بالنسبة للحشوة غادي نحتاجو واحد البصلة اللي قطعناها هكا مربعات صغيرة، واحد شوية ديال الدجاج على حسب الأفراد اللي عندكم، أولا على حسب الكيش اللي بغيتو تعمروهم. غادي نحتاجو العطرية، واحد شوية ديال الفلفل الأسود، واحد المعلقة صغيرة نتاع عطرية الشاورما، كتعطي لهاد الحشوة هادي كتعطيها واحد اللوغو زوين. وشوية ديال الثومة أولا شوية ديال لابودر ديال الثوم، أنا عندي فيها الملحة، وواحد شوية ديال السكنجبير. بالنسبة إلا ما كانش عندكم لابودر ديال الثوم غادي تزيدو غير واحد الثومة مع شوية ديال الملحة. غادي نجيبو واحد المقله اللي غادي نشحروا فيها، غادي نديرو فيها واحد شويه ديال الزيت، وغادي نزيدو عليها هذيك البصيله اللي مقطعه هكا قطع صغيره. غادي نضيفو عليها هذاك الدجاج، تقدروا تعوضوه بلا دانت اولا بالكفته اللي كان متواجد عندكم. وغادي نضيف هاد العطريه كلها. هنايا عندي من كل حاجه غير نص معلقه صغيره. صافي غادي نخلط كاع هاد المكونات اللي عندي وغادي نديرهم فوق البوطه، وحنايا هكا كنحركوها حتى كتشحر لينا هاد البصله وكيطيب لينا هاد الدجاج. هنايا بعد ما طاب ليا هاد الدجاج غادي نقلعو، غادي نديرو في واحد الاناء واحد اخر باش غادي نديرو في هاد المقله، غادي نديرو فيها البيشاميل. غادي نجيب واحد جوج معالق ديال الزبده، غادي نديروهم في نفس المقله بلا ما كنغسلوها. غادي نديروها فوق البوطه حتى كتذوب لينا هاد الزبده. غادي نضيف لها واحد جوج معالق كبار ديال الدقيق الفورص،
وغادي نحركوها مزيان هاد الدقيق مع هاد الزبده، ونبقاو نضيفو في الحليب. الحليب تقريبا كاس كبير ونص. غادي نبقاو نضيفو في الحليب غير بشويه، وحنا كنخلطو هداك الدقيق باش هكا ما يتكتلناش ما يديرلناش الحبيبات. غادي نزيدو نص كاس اخر ديال الحليب، وغادي نضيف واحد شويه ديال الفلفل الاسود وواحد شويه ديال الملح، وغادي نجيب هكا واحد الفوي وغادي نخلط بها مزيان حتى كتبان لينا هاد الكريمه بدات تعقاد وبدات تتقى صافي، وكنقلعوها من البوطه. هنا بعد ما خرجت العجينه ديال الكيش من الفران، كيف ما كتشوفوا حنا ما كنخليوهمش يتحمروا بزاف، غير هكا كيبانوا لنا طابوا وشدوا هكا في راسهم وذهبوا واحد شويه صافي، وكنخرجوهم كيف ما كتشوفوا راهم كيخرجوا بسهوله من هاد ليمول. غادي نقلعوهم بسهوله، راهم ما كيلصقوش وما كتلصقناش هاد العجينه في هاد المول. كيف ما واضح لكم في الفيديو غادي نقلعوهم بواحد السهوله من المولات. هنايا جبت واحد شويه ديال الجبن محكوك مع الحشوه اللي حضرناها، مع البيشاميل حتى هو اللي حضرناه. غادي نديرو واحد شويه ديال الجبن محكوك في كل كيش، غير واحد شويه هكا من التحت. صافي، وكنديرو هذيك الحشوه اللي حضرناها بالدجاج كنديروها فوق هاد لي كيش هكا فوق الفرماج. كديروا الكميه اللي بغيتو هكا في وسطهم، تقدروا تعمروهم بزاف تقدروا تعمروهم غير شويه، نتوما اللي بغيتو. صافي، وكنديروا الصلصه ديال البيشاميل فوق الحشوه. تقدروا تعوضوا هاد الصلصه ديال البيشاميل بواحد نص كاس ديال الحليب مع واحد جوج بيضات، تخلطوهم مزيان مزيان، تضيفوا لهم واحد شويه ديال الملحه، وكديروهم فوق هاد الحشوه هادي كبديل لهاد الصلصه ديال البيشاميل. بعد ما درنا هذيك الصلصه ديال البيشاميل غادي نعاودو نديرو فوقها واحد شويه ديال هكا الجبن محكوك اولا الفرماج محكوك. صافي، نكملوا بنفس الطريقه حتى كنكملوا كاع لي كيش اللي عندنا، وكندخلوهم من الفران غير من التحت، غير يتحمروا واحد شويه، غير كيتغطينا يذوب لينا هذاك الفرماج على هذاك البيشاميل وكيتحمر واحد شويه صافي، وكنخرجوهم. بالنسبة للكريمة اللي غادي نعمرو بها الكيش ديالنا حلوة، غادي نحتاجو واحد النصف لتر نتاع الحليب، وغادي نضيف عليها واحد 3 معالق كبار ديال الكريم باتيسير. انا عندي هاد الكريم باتيسير بالنكهة نتاع الحامض، تقدروا ديروا غير النشا، ديروا 3 معالق كبار ديال النشا وتضيفوا واحد الفانية معاها، راه كتجي زوينه. صافي، غادي نضيفوا 3 معالق كيف ما قلت لكم على الحليب، وغادي نضيف 3 معالق ديال سنيده على الحليب، السنيده على حسب الذوق. صافي، غادي نخلطو مزيان هاد المكونات هادو، وغادي نديروهم فوق البوطه على نار مهيله، وحنايا كنحركو ما نريدوش من التحراك حتى كتبان لينا هاد الكريمه عقادت. صافي، عاد كنطفيو عليها. هنايا بعد ما عقدت لي هاد الكريمه كترجع على هاد الشكل هذا. صافي، غادي نجيبو لي كيش وغادي نعمروهم بهاد الكريمه هادي. كنديروا فيهم معلقه اولا 2 معالق على حسب داكشي اللي هزت لكم. كنحاولوا هكا نعمروهم حتى الفوق بهاد الكريمه هادي.
هنايا خليتها غير واحد شويه تشد راسها صافي، وكنزوقوها بالديسير اللي كان متواجد عندكم اولا باي حاجه كانت متواجده عندكم هكا تزينوا بها. هنايا عندي واحد شويه ديال الكيوي وواحد شويه ديال الفريز وواحد شويه ديال البنان، غادي هكا نحاول نزين بهم هاد اللي كيش هادو فوق هاد الكريمه. كندير واحد شويه ديال الكيوي مع واحد الدائره نتاع الفريز اولا زوج دوائر نتاع الفريز، وواحد شويه نتاع البنان، غير هكا باش كنديكوري وراهم كيجيو منعشين. وكتجي هاد الكريمه بنينه رغم البساطه ديالها، راه كتجي بنينه وكتجي كذلك اقتصاديه. كيجيو على هذا الشكل هذا اللي كيش المالحين كيجيو رائعين، وكذلك كتجي هذه العجينه ناجحه 100%، ضروري تنجح معاك واخا من اول مره غادي تجربيها. كتجي كذلك هذيك الحشوه كتجي فيها واحد البنه خطيره، هذاك اللوغو تاع الشاورما كيعطيها واحد البنه، ضروري تجربوها باش تعرفوني علاش كنهضر، راه كتجي بنينه. اما بالنسبه للحلوين فحتى هما كيجيو رائعين لا في المذاق لا في الشكل. هاد الكريمه ديال الحامض كتعطيهم واحد الانتعاش مع هاد الديسير هكا اللي درناه فوقها، كيجيو بنان وكيجيو خطيرين في المذاق. نتمنى تعجبكم الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم، واللي عجبتها الوصفه تخليها لي في لي كومونتير هكا باش تشجعوني، وكذلك اللي ما مشتركاش في القناه نتمنى تشارك في القناه فضلا وليس امرا. بالصحه والراحه، الى فيديو قادم ان شاء الله.